دكتور، انا ما خسيتش ليه؟ اكلت ربع الرغيف اللي كاتبه لك في الدايت بتاعك. اكلته، بس بصراحة جعت خالص يعني. وبعدين ما اكلتش كتير، هو اكلت ربع رغيف تاني وشوية سلطة ونص حلة محشي وربع صينية بشاميل. اصل بصراحة الدايت قاسي خالص كده، ما ينفعش كده، انت خربت الدايت بتاعك خالص. اصل احنا عايزين نخس 14 كيلو في الشهر ده وحده. ما قدرتش بصراحة استحمل، واضطريت ان انا اكل الاكل ده كله. لعبت كمان 3 ساعات كارديو اللي قلت لك تلعبهم كل يوم. ما قدرتش بصراحة على وقت طويل قوي، ما قدرتش اكمل ال3 ساعات اللي قلت لي عليهم. يبقى قابلني لو خسيت، شخص متكاسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لعلكم في خير وبأحسن حال. شفنا من شوية هبدأ دايت وهو بيقول الراجل الغلبان ده انه لازم يخس 14 كيلو في الشهر بس، وماشي على نظام ربع رغيف في اليوم. فالنهارده هنتكلم عن 10 خرافات او 10 غلطات لو عملتهم في الدايت بتاعك او سمعتهم من حد اعرف ان الكلام ده كله غلط، وفي الاخر مش هتخس. لو وقفت على شعر راسك برضه مش هتخس. فخلينا نبدأ واحدة واحدة فيهم ونعرف الخرافات دي. اول خرافة فيهم واللي هو الدايت القاسي جدا جدا جدا. اصل الدايت عندنا ارتبط بخرافة معينة، واللي هو جبنة القريش يوميا ومعاها البيض المسلوق، واياك اياك اياك تكتر منهم ولا حتى تبص لحاجه تاني غيرهم. لازم تستمر على الحاجات دي عشان تخس، ومظبط الجدول بتاعك بحيث ان انت عايز تخس 10 كيلو شهريا. انت كده بتحط العقده بتاعتك في المنشار. طول ما هو دايت قاسي زياده عن اللزوم، طول ما انت هتلاقي نفسك اتخنقت ومش عارف تستمر فيه، لانه منعك من حاجات كتير، وكان ممكن يتعبك النوعيه دي من الدايت. غير كده انت اول ما بتلاقي الموضوع زاد عن حده واتخنقت منه، فبالتالي انت هتبعد عن الدايت ده خالص، وهترجع لحياتك الطبيعيه اللي هو فيها اكل براحتك وكميه الاكل اللي انت عايزها ونوعيه الاكل اللي انت عايزها. فبالتالي هتروح للحياه السهله. كده خربت الدايت اصلا اللي هو خربان، وكده مش هتخس، وهتبعد خالص فكره انك ممكن تخس. فسهلها عشان الامر يسهل. تاني خرافه معانا واللي هو عفريت الكارب. لازم تمنع الكارب في الدايت بتاعك، لازم تمنع كل حاجه فيها نشويات عشان تخس، وغير كده مش هتخس. طب انا عايزك تسال نفسك الكام سؤال دول. هو انا ممكن استمر على قطع الكارب ده لفتره قد ايه؟ طب هل هستمر طول حياتي؟ لان انا ببساطه كده زي ما عرفت ان الكارب لو منعته هخس، اكيد لو اكلت كارب تاني هتخن. فده يخليك لازم تبطل الكارب طول حياتك عشان ما تتخنش تاني. فده يخليك تفكر ان الكارب اصلا مش شيء مضر في الدايت بتاعك، بل بالعكس، الكارب اصلا اللي هو الكربوهيدرات يعني ده مصدر اساسي للتغيرات الجسم. فاستخدامه في الدايت ده مش شيء مضر ومش شيء غلط، بالعكس ده الدايت الصحي اللي لازم يكون فيه الكارب والفات وكمان البروتين عشان يبقى انت خدت كده وجبه كامله. بس مش معنى ان الكارب مسموح في الدايت انك انت تاكل منه بكميات كبيره. كل قدر صغير منه او قدر المحسوب لك منه. اصلا في ناس بتاكل مع العميان، بتاكل كميات كبيره جدا، تقول لك اصل هو مسموح في الدايت. ثالث غلطه او خرافه ممكن تعملها في حياتك وفي الدايت بالذات اللي هو سكيب الوجبات. طول ما انت معتقد انك انت طول ما انت بتعدي الوجبات بتاعت اليوم ومقتصر على وجبه واحده بس في اليوم، تعدي الغداء وتعدي العشاء وتخليش غير الفطار، او تعدي اي وجبتين وتسيب واحده بس تاكلها في اليوم، كده انت بتضر بجسمك بطريقه شديده جدا. لازم جسمك طول اليوم يكون ليه مصادر طاقه، ما هو هيعيش ازاي؟ هيكيف ازاي انه اصلا في مصادر طاقه جايله فابدا يحرق من الزياده اللي عنده؟ فهو انت عم بتمنع ده كله اصلا بتضر بنفسك. اول حاجه الفيتامينات اللي بتنقص عندك، ووزنك اللي بينزل بطريقه شديده جدا فبيتعبك، وكمان ممكن يكون معاها تساقط للشعر وشحوب في الوش، وغيرها ممكن تصيبك مرض اصلا بسبب الشده في الدايت بتاعك اللي هو بيكون بسبب انك بتاكلش غير وجبه واحده بس في اليوم. فعشان كده الاحسن انك تاكل 3 أو 4 أو 5 أو حتى 6 وجبات في اليوم، مش وجبه واحده بس هي اللي تعتمد عليها. رابع غلط او رابع خرافه ممكن تقع فيها وقت الدايت بتاعك واللي هو الادويه اللي بتخسس. كتير مننا بيسمع ان الدواء الفلاني ده او الدواء الفلاني ده ليه تاثير كويس جدا وهيخليك تخس بطريقه زي الصاروخ. بس بصراحه كل ماده كيميائيه، كل دواء عامه، مش ادويه التخسيس بس، كل دواء عامه بيخش جوه الجسم ماده كيميائيه ليها الفايده وليها الضرر. فانت ليه تعرض نفسك ان ممكن يحصل لك ضرر بسبب الادويه دي؟ احسن دايت اللي بيكون طبيعي او بيكون من غير تدخل دوائي. انت كده هتقدر تظبط اكلك بمعرفتك وتظبط كميات الاكل وتظبط نوعيات الاكل. وعلى فكره الادويه اللي ممكن تستخدمها في الدايت ده بيكون مع حالات قليله جدا 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 وبيسموها حالات مرضيه. ما دام انت شخص سليم ما عندكش اي مرض لا قدر الله، خلاص ابعد عن الادويه دي والمواد الكيميائيه عشان ما تضرش من نفسك. والمشكله الخامسه او الخرافه الخامسه اللي ممكن تسبب عدم نزول الوزن برضه، واللي هو معتمد على حاجه واحده من الاثنين دول، يا اما معتمد على الكارديو لوحده يا اما معتمد على التغذيه بس لوحدها. انك تلعب كارديو بطريقه شديده جدا، يعني 3 4 ساعات في اليوم، ساعتين في اليوم، بشكل يومي من غير اي فواصل، وكمان مش باصص لاكلك، معتقد ان الكارديو ده عباره عن ساحر هيخسسك، كده انت بتلعب غلط او ماشي بطريقه غلط، لان بدون التغذيه عمرك ما هتخس. كذلك الامر لو بصيت على التغذيه لوحدها من غير ما تلعب اي نوع من انواع الرياضه، انت كده بتاكل كميات قليله بس انت مش بتحرق اللي عندك. مع مرور الوقت ممكن تتحرق، بس انت كده عم هتخس من عضلاتك ومن دهونك في نفس ذات الوقت. فانت ليه تعرض نفسك للمشكله دي؟ فانت ممكن تلعب وقت ما تكون منظم وجباتك او منظم تغذيتك
تمرينتك عشان تخس بطريقه احسن واسرع، وتكون محافظ على شكل او شيب لجسمك كده شكل رياضي. سادس مشكله، ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، واللي هو الجيم لوحده مش كفايه. الله، يعني اروح جيم مش عاجب، ما اروحش جيم مش عاجب، ما اعمل لكم ايه يعني؟ في حاجه انت بتعملها غلط في يومك، او ممكن ما بتعملهاش اصلا عشان تعتبر غلط، واللي هو النشاط. انت ممكن تكون بتروح الجيم عادي وبتلعب، بس برضه ما زال وزنك ثابت، مش بيتحرك، مش بتخس، وده عشان غياب حاجه معينه اسمها نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس، بمعنى اخر النشاط الحركي غير الرياضي. يعني بتتحرك، تجيب طلباتك، بتنزل من الدور اللي انت ساكن فيه، بتروح شغلك وانت ماشي، ده هيزود معدل النشاط عامه، لانك انت نشط في حياتك العاديه، مالهاش دعوه ولا بالجيم ولا باي حاجه بتلعبها تاني. فانت لما بتزيد الحكايه دي عندك، يعني معدل النشاط الطبيعي بتاعك اللي بدون اي رياضه، كده انت بتعلم من المعدل ده، فبتحرق اكتر من اللي بيدخل لك في جسمك. والنوعيه دي من النشاط بتمثل ما يقارب 15% من معدل الحرق في جسمك. عشان كده الغلطه اللي بيقع فيها كتير من الناس، اللي هو تروح تلعب الساعه بتاعتك في الجيم وتنك قاعد طول اليوم في البيت. ما انا رحت الجيم وخلاص. انت الاحسن ليك انك تلعب في الجيم وتمارس الحياه الطبيعيه بشكل نشط وتنظم اكلك. سبع غلطه ممكن تغلطها، واللي هو بتحط كل حاجه وقت واحد، يعني كل البيض في سله واحده. يعني تظبط اكلك وتروح الجيم ساعة ولا ساعة ونص، وتمشي في اليوم ساعة، وتجيب طلباتك وتروح مشاويرك، وتعمل اللي معاك في اليوم. حيلك انت كل ده اصلا هتجيب وقت منين انك تواكب المشروع ده كله اللي انت بتعمله؟ تلاقي نفسك اتخنقت، انت مش عارف تحط ده كله معاك في نفس الوقت، فتلاقي نفسك كسلت عن حاجة، وكسلت عن التاني، وكسلت عن التالتة، لحد ما تكسل عن الحوار ده كله خالص وترجع لحياتك الطبيعية. فان الاحسن ليك تنظم وقتك، او تنظم الحاجات دي كلها وتقللها. يعني مثلا لو عايز تتمشى بس ما عندكش وقت غير للطلبات، فانت روح حط طلباتك وانت بتتمشى بس كده. انت مش هتتمشى ساعه تانية في اليوم، وروح نص ساعه في الجيم، مش لازم تقعد تلعب ساعه او ساعتين في الجيم. كذلك الامر روح شغلك بالمشي كده، انت اتمشيت وجبت طلباتك ولعبت الجيم واختصرت ده كله في حاجه واحده. ودخل الحاجات دي واحده واحده، ما تدخلهمش كلهم مره واحده. يعني النهارده نظم اكلك، بكره ابدا الجيم، وبعده انت خلطت ما بين الاثنين دول، ويوم الثالث اللي وراه دخل معاهم اللي هو انك هتروح تجيب طلباتك بالمشي، مش هتركب عربيه. تلاقي نفسك واحده واحده بالتدريج دخلت على ده كله. ان ده لايف ستايل، مش نظام هتمشي عليه شهر وتبطله، هتخليه لايف ستايل عندك عشان تكون في صحة أحسن طول العمر. الموضوع على فكرة أسهل مما تتخيل، بس أنت ما تصعبهاش على نفسك. رقم 8، وده الفخ اللي أغلبية الناس بتقع فيه، واللي هو الوقت. الوقت عبارة عن فخ، لأنك أنت بتختار زمن قليل جدا جدا عشان تحقق فيه هدف كبير بالنسبة للوقت. يعني مثلا واحد يقول لك أنا عايز أخس 10 كيلو في أسبوع واحد بس، هتلاقيه إنه ضغط على نفسه في الأكل وخلى نفسه ماشي على دايت قاسي، وبرضه في الآخر طول ما هو بيوزن نفسه عمره ما هيخس ال7 كيلو أو ال10 كيلو اللي حطهم في الأسبوع ده. على النقيض قدامه ان في واحد قال لك انا عايز اخس 10 كيلو في شهرين، هتلاقيه انه هو مع اول 15 يوم خس كيلو او 2، وبعد 15 يوم التانيين يعني بعد مرور شهر خس 5 6 كيلو، وعلى تمام الشهرين خس ال 10 كيلو، وممكن ازيد من 10 كيلو كمان، ان هو ظبطها صح وادى مدى زمني كويس على الهدف بتاعه. فعشان ما تحبطش وعشان ما تتضايقش انك انت حطيت هدف وما وصلتلوش، ما تحطش الهدف الكبير جدا في وقت قليل جدا. قسم الهدف بتاعك على اهداف صغيره وحطها في وقت زمني قليل نسبيا او متوسط على قدها، ما تحطهاش في حاجه اكبر ولا حاجه اقل، عشان ما توقعش نفسك في النهايه في حفره او في خداع الوقت والوهم. تاسع مشكله معانا النهارده، واللي هو غريبه شويه مش عارف اقولها ازاي، بس بصراحه بنسمعها كتير، واللي هو اكل بالليل بالذات بيتخن. طب هو هتسال نفسك سؤال، افرض انا واحد شغلي مثلا حارس عقار، سكيورتي، اي حاجه، شغلي عباره عن ان انا بصحى بالليل كله وبنام الصبح، كل واحد وظروف عمله وظروف حياته. هل كده لازم اقعد صايم طول الفتره اللي انا صحيها دي لا اكل ولا اشرب عشان ما اتخنش؟ او ممكن مثلا اكل الظهر وانام لحد العشاء، هل كده الجسم هيقول لا عديه ما تتخنوش المره دي عشان هو اكل الصبح؟ مش معقوله. هو الجسم شغال في 24 ساعه بيحرق سعرات، لان الجسم طول ما انت نايم، طول ما انت صاحي، طول ما انت بتتحرك، بيستخدم السعرات الحراريه دي، بيستخدمها في التنفس، في ضربات القلب، وكمان الطاقه اللي بيستخدمها المخ عشان التفكير والاشارات العصبيه، وكمان بيحافظ على انقباض العضلات اللي هو بيخلي الدم يجري بسلاسه وسهوله في العروق ويوصل تاني للقلب. ده كلها عباره عن حاجات محتاجه طاقه، والطاقه دي بياخدها من التغذيه بتاعتك. انت انسى من دماغك فكره ان انا لو اكلت بعد الساعه 10 او بعد العشاء كده هتخن، انساها خالص دي من مخك. الموضوع ملوش علاقه بانا اكلت الساعه كام واكلت امتى، الموضوع العلاقه انا اكلت قد ايه واكلت نوعيه الاكل ايه. الخرافه رقم 10 معانا، واللي هو الميه شربها يا اما بيخسس يا اما لو شربتها وسط الاكل بتعمل كرش. هي اللي بتخسس ولا بتعمل كرش؟ هو اصلا الميه ما فيهاش سعرات حراريه اصلا، لان الميه مش بتساعد في التخسيس، بس هي جزء اساسي انها بتخلي الدايت بتاعك شيء مظبوط، عشان الميه هتحافظ على مستوى الرطوبه بتاعتك في الجسم. وكمان شرب الميه وسط الاكل مش بيعمل كرش، لكن الميه الناس بتقول عليها انك لو شربتها وسط الاكل هتعمل لك كرش. هي
ممكن تعمل شكل الكرش، بالعكس ده هو ممكن يحسسك بالشبع، بس هي مش بتخسس لو اعتمدت عليها وشربت منها كميات كبيره على اساس انها بتخسس، عشان الميه في النهايه برضه هتخرج من جسمك عاجلا ام اجلا، في شكل بول، في شكل علق، في اي شكل تاني هتخرج تاني من جسمك، وهتحتاج بعدها تشرب تاني وتاني، فكميه الميه الزياده لا هتخسس ولا هتتخن. بس كده ده فيديو النهارده. ما تنساش بقى دعم المحتوى بتاعنا عشان يستمر، تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه في الفترات الجايه على القناه. اشوفكم فيديو جديد، سلام.